وكاينين بعض الناس الله يهديهم اللي كيبيعوا لي فلتر ديال الماء، كيقدر يبغى يبيع لك الفلتر ديالو كيقول لك شوف اش كتشربوا، الماء اللي كتشربوا راه مسخ. عندنا مقياس ديال تي دي اس وعندنا هذا الجهاز ديال الالكتروليزور. شكون اللي كنستعملوه باش نقيسوا به جوده ديال الماء؟ مقياس ديال تي دي اس هو الجهاز اللي كنقيسوا به عدد الجزيئات المذابه في الماء، وحسب المنظمه العالميه للصحه الا كان عندنا مقياس ديال تي دي اس اقل من 500 بي بي ام فكنعتبروا الماء ذو جوده مقبوله، والا كان عندنا اكثر من 500 بي بي ام فنفكروا باش نديروا الفلتر، لانه الماء ما كيكونش صالح ولا الجوده ديالو كتكون ناقصه. نبداو التجربه ديالنا، نبداو بماء ديال الصنبور ولا ماء ديال الروبيني فيه 431 بي بي ام. هذا بالنسبه للماء ديال الدار البيضاء. بالنسبه للماء المعدني، بالنسبه للماء ديال 3 مراحل، فلتر ديال 3 مراحل فيه 471 ولا 400 شحال 471 بي بي ام. فلتر ديال 5 مراحل اوسموز انفيرس فيه 42 بي بي ام. دونك الماء ديال الصنبور والماء ديال المراحل تقريبا نفس العدد ديال البي بي ام. وبالنسبه للماء المعدني دونك قل تي دي اس ديالو اقل، وبالنسبه للماء المفلتر يعني كنلقاو يلاه 42 بي بي ام. ولكن واش هذا المعيار هو اللي كيقيس لينا الجوده ديال الماء؟ دابا غادي نستعملوا الكتروليزور ونشوفوا النتيجه. نبداو التجربه. غادي نديروا الماء ديال 3 مراحل والماء المفلتر. بسم الله. كيف كتشوفوا معنا هذا تفاعل كيميائي ديال الجزيئات المذابه في الماء مع الالكتروليزور، لانه كاين هنا قطب سالب وقطب موجب، وهو اللي كيدير لنا هذا التفاعل الكيميائي. بالنسبه الماء ديال 3 مراحل كيف كتشوفوا التفاعل ديالو، وبالنسبه لا سخن بزاف. وبالنسبه للماء المفلتر فالتفاعل كيكون نسبيا قليل. دونك كما كتشوفوا معنا النتيجه، بالنسبه للماء المفلتر فالتفاعل كيكون اقل، وبالنسبه للماء سخن بزاف لا. وبالنسبه ديال الماء ديال 3 مراحل كما كتشوفوا هنا درجه الحراره ديال الكاس سخونه بزاف مقارنه مع الماء المفلتر. لانه علاش؟ لانه هذا الماء بحكم المكونات ديالو فالماء كيولي بحال الموصل كهربائي، وهذا الشيء اللي جعل الماء ديال الكاس ديال الماء يسخن بواحد السرعه مقارنه مع الماء المفلتر اللي بارد كيبان ليا، ولكن هذا ما نقدرش نشدو سخون بزاف. غادي نديروا التجربه كذلك دابا مع الماء المعدني وماء ديال الروبيني. بالنسبه للتجربه ديال الماء المعدني وماء ديال الروبيني، كنستعملوا الضوء باش يبان لنا التفاعلات. وكما كتشوفوا بان ماء ديال الروبيني هو فيه تفاعلات اكثر، كيبان لنا جد ملوث ولا فيه تفاعلات اكثر مقارنه مع الماء المعدني. كما كتشوفوا هنا راه عندنا ماء معدني، وشوف التفاعلات اللي وقعت فيه، وهذا الماء ديال الروبيني فيه ربما التفاعلات اكثر. وكاينين بعض الناس الله يهديهم اللي كيبيعوا لي فلتر ديال الماء باش يبيع المنتوج ديالو، كيقدر يقول لك شوفوا اش كتشربوا. كيقدر يبغى يبيع لك الفلتر ديالو كيقول لك شوف اش كتشربوا، الماء اللي كتشربوا راه مسخ. الو هاد التجربه هذه كتبين بانه عندنا ماء معدني اللي هو صالح ديال الشرب فيه تفاعلات، والماء ديال الروبيني نفس الشيء. هاد التجربه ديال الالكتروليزور بينت لنا واحد التفاعل كيميائي ديال المكونات الجزئيه اللي كاينه في الماء. قد ما كيكون جزيئات اكثر ومواد ديال الكالكير ولا مواد ديال الكالسيوم ولا المغنيسيوم اكسيتيرا، قد ما كيكون نحصلوا على تفاعلات اكثر وكنبان لنا بحال التلوث. وهذا بحد ذاته ماشي تلوث، غير تفاعل كيميائي. وكاين بعض الناس كما قلنا الله يهديهم كيقول لك راه الماء ملوث، بعكس لانه ماء معدني ومع ذلك كيكون تفاعل، بعكس الماء
اللي ديال الفلتر اللي كيكون عنده تفاعل اقل لانه عنده مكونات اقل. وبالنسبه للتي دي اس، فالتي دي اس كما كتعتبروا المنظمه العالميه للصحه هو مقياس كيقيس لنا الجوده ديال الماء، والمعيار هو قد ما كان عندنا اقل من 500 بي بي ام فالجوده ديال الماء كتعتبر ذو جوده مزيانه ولا مقبوله. الا كان اكثر من 500 بي بي ام فالماء كتقل الجوده ديالو. والتي دي اس كيعطينا واحد المقياس دقيق اللي كنقدروا نعرفوا به الجوده ديال الماء مقارنه مع هذا الالكتروليزور. وإلا عندكم اي سؤال ولا استفسار خليهم لنا في الواتساب اللي كاين في الديسكريبسيون. ومع كويك بريكولاج بالي هاني.